المقاولين العرب ان محمد يحترف هناك. ده احنا ما تعرضش علينا. هل ده مين اهو انا صاحب المعلومه دي؟ اهو انا معايا الورق اهو. لا معاك رد من المقاولين العرب. رد من نادي المقاولين اهو بورق المقاولين العرب. النهارده طالع رد من نادي المقاولين ان هم رافضين العرض القديم. العرض القديم حتى محمد بيقول ان المسؤولين في نادي المقاولين رافضين ان الناس بتوع بازل السويسري يجوا هنا مصر ويتفاوضوا مع نادي المقاولين العرب. لا العرض موجود حضرتك يا باشمهندس. العرض موجود من جورج عايز يجي، والعرض موجود من جورج ان هو عايز يجي فتره لحد يوم الاحد المفروض يعني. لا انا هشوف ده، لان المفروض يعني انا المفروض بقول له مثلا انا مش قابل الرقم ده واحنا عايزين كذا. ده اتفقنا معاه ان هم يعرضوا علينا لما يجي. بس انا هشوف الموضوع ده ازاي تم. طيب يعني المبلغ اللي ممكن نادي المقاولين العرب يوافق على بيع بيه محمد صلاح ايه يا فندم؟ يعني احنا كنا بنتكلم في مثلا في 3 مليون. 3 مليون يورو. 3 مليون يورو. وبعدين هو الارقام يعني في اوروبا مش كبيره الرقم ده يعني. ايوه. يعني ممكن الرقم يعني ده بدايه التفاوض، يعني احنا مش رافضين. أيوة. على بازل لو كده ان شاء الله لو وصلنا لحاجه كويسه. هو بس عارف ايه يا فندم؟ يعني حتى لو انتوا سمحتوا ان الناس بتوع بازل السويسري، الراجل اسمه جورج هايتس ده اللي هو مدير النادي هناك، ينزلوا ويتفاوضوا تتكلموا، يعني مش هتخسروا حاجه. انا هقول لمحمد صلاح خليه يكلمني في التليفون في اي وقت وانا اصلا مفيش مشكله خالص. خلاص يلا. الموضوع عايز يعني نوفق وجهات النظر. انا ممكن اعمل معاه النيجوشيشن دي كلها بالتليفون لو هو شخصيا، وبعدين اوصل الموضوع وادعيه هنا مفيش مشكله خالص. ان شاء الله. عايز تقول حاجه؟ يعني هو لو محمد صلاح عنده نمرتي خليه يكلمني، عايز يبعت لي ايميل، عايز يبعت لي نمرته وانا اكلمه، انا ما عنديش مانع خالص. لا الباشمهندس بس والله من 4 سنين كنت انا مساعد معاه والكابتن محمد رضوان اللي بعتبره بعد ربنا ليه الفضل الاول والاخير ان انا العب في النادي يعني كان عندي وقتها 16 سنه يعني. ايوه. ف من وقتها الباشمهندس معايا علاقته كويسه قوي بيه، وبصراحه راجل محترم قوي 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 يعني. بس انا بتكلم في نقطه ان انا ممكن بعد الاولمبياد، من الاولمبياد اللي فاتت دي يا باشمهندس اللي قبليها نيجيريا اخذت الثاني فيها يعني. كانت وما سافرش في النهائي مع الارجنتين باين صح؟ وما سافرش منها ولا واحد. ما راحش ما احترفش في اوروبا، يعني وارد ان انا ما احترفش. هي دايما الاولمبياد برضو مش هي الواجهه ككره قدم، يعني دايما يبصوا لكاس العالم. ممكن بعد الاولمبياد ما احترفش، وممكن ابقى كويس وما احترفش، بس وقتها مش هحترف خالص بقى، هيبقى كل حاجه قفله. لا ان شاء الله. انا هقول لك يا محمد خليه، انت لو معاك نمرته اديهاني وانا هكلمه، او هو عايزه يكلمني مفيش مشكله، وانا هوصل معاه للاتفاق ان شاء الله كويس يعني ان شاء الله يرضيك يعني. المهم ان انت طبعا لازم تعد نفسك علشان في اوروبا العيشه مختلفه والوضع